من برنامج مسيرة فنان الذي يأتيكم بقناة كيان. لكل فنان لون ونوعية وذوق وصوت يختلف عن الآخر. اليوم بحلقة مسيرة فنان نستضيف الفنان الشاب الرائع ذو الصوت العذب الحنين محمود. التحية لك والتحية عبرك لكل مشاهدينا في كل مكان. يا هلا بك ورمضان كريم عليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أسرة برنامج مسيرة فنان. رمضان كريم عليكم وينادى عليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وتطلع حلقة جميلة إن شاء الله. سعيدين بك جدا. الناس كلها بتعرف الحنين محمود كفنان أو كشخصية عامة. نحن عايزين نتعرف عليك، ممكن نقول بشخصية خاصة شوية أو بطريقة أوسع، عن محمود الفنان، نشأتك، سكنك، ادينا يعني بطاقة تعريفية عنك للمشاهد. طيب، محمود موسى عز الدين، من مواليد مدينة الأبيض. نشأت في الأبيض. درست في مدرسة صالحين الأساسية، المرحلة الأساسية. إسماعيل الولي الثانوية، الرباط الثانوية. أخيراً المرحلة الجامعية كلية الأبيض التقنية، درست المحاسبة. سعيدين بوجودك معنا. لكل نجاح قصة. عايزين نعرف قصة محمود بدت كيف، ومنو من الناس اللي كان داعم ليه، وهل الأسرة تقبلت موضوع إنك تبقى فنان بصدر الرحب ولا كان في شوية عقبات أو كان رفض من ناس البيت؟ طيب، البداية كالعادة كانت من المدرسة. كنت بغني في الطابور بتاع الصباح. الأساس ده كان يشجعوني شديد على الحي. فبرضه في الحلة كان في حفلات الحي كده بيكون يعني أغنية أغنيتين، الاحتفالات، الحاجات دي. فبعدين ناس البيت ما كانوا متقبلين الفكرة دي إطلاقا، لكن الحمد لله بعد شافوني إنه أنا مصر على الحاجة دي وتقبلوا الفكرة، فدعموني والأصحاب والأهل إن شاء الله يعني. عادة الشباب دايما بتلقاهم يقلدوا، وخاصة الفنانين بيقلدوا الفنانين الكبار، أو بيكون فنان أثر في مسيرته أو ماشي على خطاته. منو من الفنانين الكبار اللي كان له أثر في حياة محمود الفنية، أو بمعنى أصح منو اللي كان من الفنانين اللي خلاك تفكر في حاجة يسمى غنى أو تتشجع إنك تغني أو تمشي في مسار الفن؟ يعني فنان بحبه شديد 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 كده، شكرا لعز الدين. بتمنى إني أنا أوصل لمكانته، وإن شاء الله يعني مستقبلا كده أكون زيه إن شاء الله. شكرا لعز الدين. طيب، عايزين نسمع أغنية من الأغاني اللي أنت بتحبها. أعزائي المشاهدين، نستمع على هذه الأغنية ومن ثم نعود ونتواصل. طيب، حغني المحبوب من كلماتي والحاني وتنفيذ عزوكا. المحبوب مدحن، يا المحبوب مدحن، المحبوب مدحن، المحبوب مدحن، يا قرب تجن، يا المحبوب مدحن. ما كفاك يا زول، ريدك ما بيزول، المحبوب مدحن، يا سمح معسول، يا اخي جننتني ودعتك الرسول، المحبوب مدحن. يا بدر البدور عامل لي فتور، المحبوب مدحن، فيك ما في قول
بدورك ليانا حن 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 تكون معي مسرور يا المحبوب ما تحن بدورك يا السمح حن بشوفتك بنشرح سميتك المرح والله انت بس بتداوي للجريح المحبوب مدحن بشوفك من سنين ودايرك الحنين وبيك بستكين يا ود الهنا تعال نتم الدين يا المحبوب مدحن بشوفك من سنين ودايرك الحنين وبيك مستكين يا ود الهنا تعال نتم الدين 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 يا المحبوب مدحين، كلمات أكثر من رائعة وصوت أكثر من رائع. محمود انتهى مشوارنا. كلمة أخيرة لمتابعينك أو جماهيرك، حابة تقول لهم شنو أو رسالة حابة توجهها لهم؟ طيب والله بقول لكل الناس اللي بيتابعوني رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله دائما تأمين ولأمين، وأنا والله أحبكم شديد، إن شاء الله يعني دائما معي، دائما داعميني، ما قصرتوا معي لحد الآن، واقفين معي، إن شاء الله ما حاجي فينا، وربنا يعني قدرني إنه نقدم يعني مستوى أجمل من كده والله. وبحب أشكر كل الناس اللي وقفت معي، أصحاب، أهل، أصدقاء، إن شاء الله يعني ربنا يعني يخليكم لنا، خلينا لهم. قبل الوداع وقبل أن نفترق أعزائي المشاهدين، بكل الود والحب نطوي صفحات حوارنا من مسيرة فنان. كان معنا الشاب الفنان الرائع الحنين محمود. التحية له وتحية لكم مني أنا ياسمين أحمد في المقدمة، وتحية لفريق العمل معنا ياسر وزة والمعز ماركا ومستر عصام، وإلى أن نلتقي في أمان.